المونديال ها هو جاي، كأس افريقيا ها هو جاي، غادي يخرجوا مقالات صحفيه، تلفزيون، راديو، اللي بغيتو، لكن القوه ديال السوشيال ميديا غاديه تكون اقوى مئات المرات من الصحافه التقليديه. غتكون اقوى لان هاد الناس هادو ديال السوشيال ميديا غادي يكونوا اقرب في الشارع، غيكونوا في التيرا، غادي يكونوا اقرب للمواطن، اقرب للحدث، وغادي يوصلوا. لذلك انا كنقول، وهذا راه واقع، ان حريه التعبير، الصحافه الا جزء من حريه التعبير، جزء، لان كاين السوشيال ميديا وكاين حوايج اخرين. القضاء ديالنا غير منصف في هذه القضيه هذه، لان ملي كينوض شي واحد في السوشيال ميديا، واتكلم عن السوشيال ميديا، ملي كينوض كيدوي كيقول ليه انتحال صفه ديال الصحفي. نمشيو معكم في طرح القضاء، الساده القضاة والنيابه العامه. واش الناس ديال ميدي ان، حنا دابا غنمشيو للاعلام اللي عندنا مؤثر الا بغينا نسميوه في بلادنا، ميدي ان كلهم عندهم بطاقه الصحافه؟ غادي نقول لك لا، والاغلبيه ما عندهمش. نمشيو عند رضوان الرمضاني، وكنذكرو بالخير وصديقي، وعاد شفتو في الابواب مفتوحه، ما عندوش بطاقه الصحافه، ما طالبهاش، وهو المدير ديال ميد راديو. نمشيو لميدي ان، واش عرفتوا شحال ديال الصحفيين تما كلهم ما عندهمش بطاقه الصحافه ورافضين ياخذوها، رافضين ياخذوها. واش كتعرفوا بان في الاذاعه الوطنيه شحال من واحد ما عندوش بطاقه الصحافه وصحفي، وكنشوفوه في التلفزيون وكيخرج المؤتمرات وهذا ورافضين ياخذوها؟ شخصيا كنت مدير نشر ديال جوج ديال الاسبوعيات لسنوات، كتبت في عدد من الصحافه الوطنيه، وما كندويش من اليوم، من 97، ورافض، وكنت ديما رافض، وهذا الموقف ديالي واحترم عليه، انني ما بغيتش بطاقه الصحافه. وهذا لا يعني انني صحفي، ولا يعني كذلك انني ماشي من حقي ندوي ولا دير استجواب مع شي واحد ولا شي حاجه. رجعوا لقانون الصحافه وغادي تشوفوا، ونمشيو للبنود. بطاقه الصحافه ما هي الا كتعطيك شي امتيازات باش تركب في التران ولا شنو، هذا لا يعني انك صحفي. والصحافه التقليديه كتبقى الا جزء من حريه التعبير. السوشيال ميديا هو مستقبل، ما كنقولوش غنقتلوا الصحافه، لا، غتبقى الصحافه، لكن السوشيال ميديا هو مستقبل العالم حاليا. انا عطيتكم مثال غير ديال دونالد ترامب، ومثال بسيط